Everybody sing that shit. Shit. تعيش الإعلامية المغربية مريم سعيد مقدمة برنامج إيتي بالعربي حالة من الإحباط والصدمة بعد أن خذلها خطيبها الأمريكي مغربي الأصل كريم ظريف لأسباب لا يوجد تفسير أو مبرر لها، حيث اختفى وتعذر التواصل معه وفق ما يقول مصدر مقرب من الإعلامية. وأكد المصدر أن كريم اختفى فجأة ولم يعد يرد على اتصالات مريم، وأن الكل أصيب بالصدمة أهل مريم وأهله الذين حضروا إلى دبي لمتابعة التحضير لترتيبات الزفاف. وتابع المصدر ما حصل غريب وليس مفهوما، ولا يوجد تفسير لسر اختفاء كريم المفاجئ، ولا يعرف أحد مكانه حتى الآن. كما تحدث المصدر لمجلة سيدتي عن تغييرات على تصرفات كريم في الفترة الأخيرة. كريم بدأ يتغير بشكل مفاجئ، كما كان مزاجيا ولم يكن في أفضل أحواله وتغيرت تصرفاته. مريم لاحظت هذا التغيير وقالت بينها وبين نفيسها أن الحالة التي يمر بها مؤقتة ولا بد وأن يعود إلى ما كان عليه سابقا، وحاولت أن تجد تبريرات لتصرفاته الغريبة. ووصف المصدر الحالة التي تمر بها مريم حاليا بالصعبة، وأضاف مريم في أسوأ أحوالها وهي تعيش أصعب أيام حياتها وصديقاتها يحاولن التخفيف عنها كي لا تشعر بالوحدة. وختم المصدر بأن ما عاشته مريم ليس بالسهل، خصوصا وأنها كانت قد حلمت بحفل زفاف مميز وبالليلة كان من المفترض أن تكون من أجمل أيام حياتها. وتابع كانت قد انتهت من تجهيز منزلها الزوجي وكل مستلزماته، وهي أصيبت بصدمة كبيرة بعد أن شعرت أنها فقدت كل شيء قبل 3 أيام من الحفل. مريم كانت تخطط لإقامة عرسها في فندق الفور سيزن شرط دبي، وكانت قد خططت لأن تهبط من سقف الصالة وأن تطل كالملكة. وأعلنت مريم سعيد عن إلغاء حفل زفافها دون أن تشرح التفاصيل، واكتفت قائلة الحمد لله على فضله ورحمته. أعلن إلغاء مشروع الزواج بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا. ووجه ظريف رسالة قاسية وحادة جدا عن أسباب لا انفصال أساء فيها للمذيعة المغربية. وقال في منشور حذفه لاحقا: لا أندم حقا على إلغاء الزفاف والزواج برمته، وعلى عكس ما تم التداول فيه ليس لهذا الأمر علاقة بظروف صحية عائلية بقدر ما هو متعلق بالأخلاقيات. وختم: أتطلع إن شاء الله لصفحة أفضل وأنظف في حياتي. وقالت تحت عنوان 10 أسرار عني أنها تألمت من تجربة عاطفية سابقة، إلى جانب تفاصيل خاصة أخرى. عائلتي هي نقطة ضعفي، أما نقطة قوتي فهي أنا. أقوي نفسي بنفسي ولا يساعدني أحد في محني، لا أطلب مساعدة أحد أصلا. أتفائل بكل شيء وأؤمن بمقولة أن الله لا يغلق بابا إلا ليفتح أبوابا. ما من شيء مستحيل. هناك وجهان للموقف الذي يحرجني:
الإيجابي هو أن يهتم بأحدهم زيادة عن اللزوم بكرامه واحترامه، والسلبي أن يطلب مني أشياء ظن منه أنني صاحبة القرار. أنا هادئة الطباع، ولكن وقت الانفعال أكون فتاة أخرى تماما. أنا عنيفة في رد فعلي، أخاف من الغد. انظري إلى خريطة العالم، ما من مكان آمن فيها. في أوقات الحزن ولدى مواجهتي لمشكلة أنعزل عن الجميع، فالناس اعتادوا على رؤيتي قوية، حتى أهلي لا أشاركهم بحزني. آخر مرة ذرفت دمعة كانت قبل أيام. عانيت ضغطا كبيرا في العمل، وكنت حائرة بشأن قرار معين. بكيت وطلبت من الله أن يقف إلى جانبي، وفي اليوم التالي استيقظت وذهبت إلى النادي ومارست الرياضة، ثم توجهت بكل نشاط وإيجابية إلى مكان عملي. لا أغفر الخيانة ممن وثقت به. نسبة الندم عندي ضعيفة إلى منعدمة، ذلك أنني لا أقدم على شيء إن لم أكن مقتنعة به. حتى التجارب الفاشلة تفيدني. تألمت من علاقة عاطفية سابقة، ربما لأنني لا أحسن اختيار الشريك، أو لأنني أنجذب إلى الناس غير المناسبين لي. حاليا أحاول اكتشاف مكان الخلل.
that shit.